السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هير أدهم عيد في فيديو جديد. النهاردة هناخد 5 جمل ألمانية للمبتدئين. الفيديو ده موجه للمبتدئين. طيب ليه الجمل دي مميزة بالنسبة للمبتدئين؟ أول حاجة إن الجمل دي سهلة التعلم والنطق. طيب تاني حاجة إن إحنا بنستخدمها في المواقف اليومية. تالت حاجة إنها تساعدك في التفاعل مع الألمان. طيب إيه هي الجمل دي؟ تابع الفيديو للآخر علشان تستفاد. ناخد أول جملة معانا وهي في بداية التعارف أو في بداية المقابلة، فممكن نقول هالو mein Name ist كذا. زي zum Beispiel ممكن أقول هالو mein Name ist Adham. هالو mein Name ist Adham. طب أنا أسأل إزاي عن الاسم؟ هقول لك دلوقتي. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name؟ ناخد بقى الجملة اللي بعدها. أنا اللي قدامي خلاص قابلته، عرفنا أسماء بعض. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بسأله عن حالته، عامل إيه؟ كويس؟ فبقول السؤال ده إزاي أو بسأل السؤال ده إزاي؟ قول ورايا. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen؟ طيب الرد إيه؟ Gut, danke. Gut, danke. لما حد يقول لي جوت دانكه ممكن ارد عليه اقول له بيتر. بيتر بمعنى العفو. عرفنا بعض، عرفنا اسماء بعض، وسالنا عن حاله بعض. ايه اللي فاضل؟ ممكن اساله عن سنه. كل ده بيساعدني في التفاعل مع الالمان. اسال ازاي عن السن؟ ممكن اقول wie alt sind Sie. wie alt sind Sie. wie alt sind Sie. الرد بيكون ich bin كذا Jahre alt. Zum Beispiel على سبيل المثال ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. لحد هنا وكويس. عايزين بقى نعرف احنا منين. يعني انا بسأل الشخص اللي قدامي، عايز اقول له انت منين؟ بلدك منين؟ او انت بلدك ايه؟ ممكن اسأله واقول له woher kommen Sie. woher kommen Sie. يرد عليا ويقول لي ich komme aus وبعدين اسم البلد. zum Beispiel على سبيل المثال ممكن اقول ich komme aus Ägypten. ich komme aus Ägypten. انا من مصر. وصلنا لاخر المحادثة ما بين بعض. عايزين نقول ايه لو هنمشي؟ ممكن اقول auf Wiedersehen. auf Wiedersehen وبعدين نلحمها في بعض auf Wiedersehen، ودي معناها إلى اللقاء. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عايز تتعلم حاجات أكتر عن الألماني ما تنساش تشترك في القناة وتتابع صفحتي على الفيسبوك. هناك بنزل أسئلة وتفاعلات مع الطلاب. كان معاكم هير أدهم عيد وأشوفكم الفيديو اللي جاي. تشوس.